يا مساء الفل عليكم. حلقتنا النهارده كرويه لكل محبين الكوره، ونبتدي بالدوري. والمنافسه بقت مشتعله سواء في الدوري او بطوله افريقيا. بس خلينا نبتدي على طول كده بموقف الفرق المصريه في البطولات الافريقيه اللي بنتمنى تكون السيطره مصريه بفوز الاهلي او بيراميدز بلقب دوري ابطال افريقيا. ونتمنى نشوف الفريقين في النهائي، والفريقين بيمتلكوا لعيبه على اعلى مستوى وامكانيات كبيره مقارنه بجميع الفرق الاخرى، ويمكن يكون اقوى مرشحين للقب اللي هو الاهلي وبيراميدز. خلينا نروح كمان للزمالك والمصري المشاركين في بطوله الكونفدراليه. وطبعا كلنا عارفين تاريخ الزمالك الكبير في البطوله دي بالتحديد، والمصري كمان بيضم سكواد ممتاز ويقدروا كمان يروحوا لحته بعيده. وانا اتشرفت قبل كده، كنت حارس مرمى سابق في نادي الزمالك، وشايف ان الفريق ماشي بشكل ممتاز السنه دي ويقدروا يحققوا البطوله، خصوصا بعد التوليفه الحلوه اللي عملها المدير الفني للفريق معتمد جمال. والزمالك كمان عنده لاعبين على مستوى عالي في الخبرات والامكانيات. نيجي بقى للدوري المصري اللي بقى مولع وباقي فيه 6 ماتشات بس على حسب الدوري. الزمالك هو الفريق متصدر ب 43 نقطة بالتساوي مع بيراميدز في نفس عدد النقاط، لكن الزمالك بيتفوق في عدد الأهداف. الزمالك أقوى هجوم في الدوري وأكتر فريق مسجل أهداف، وده يورينا فعالية وتأثير المهاجمين الموجودين، وعلى رأسهم ناصر منسي اللي عنده 9 مساهمات في آخر 7 مباريات، سجل 4 أهداف وصنع 5 أهداف. وما ننساش الفلسطيني عدي الدباغ. الزمالك بقى عنده حلول كتير في الملعب زي البرازيلي خوان الفينا بزيرا. ونروح للأهلي، الفريق في المركز الثالث خلف بيراميدز والزمالك برصيد 40 نقطة، والفارق مش كبير 3 نقط بس. الأهلي عمل صفقات كتير من أول الموسم، عمل ضجة كبيرة زي زيزو وبن شرقي وبن رمضان، بس طبعا تريزيجيه أهم صفقات الأهلي بالأرقام، هو هداف الفريق مسجل حوالي 8 أهداف، وكمان هداف الفريق في بطولة افريقيا، واكتر صفقة ليها تأثير واضح. والمدرب طروب ماشي على سطر وبيسيب سطر، وفي تحفظ نوعا ما اتجاهه، لكن الاكيد انه مستمر لنهاية الموسم. كمان ما ننساش ان في مباراة مهمة وقوية جدا بين الاهلي والزمالك يوم 1 مايو تقريبا، والمباراة دي هتكون فاصلة وحاسمة في تحديد بطل الدوري، وهتكون مباراة مهمة جدا مش هتتنسي ابدا ضمن مباريات القمة على مدار التاريخ. نروح كمان بالحديث عن بيراميدز، الفريق اللي بيمتلك امكانيات ضخمه وبيضم لاعبين كبار، وهو منافس قوي وقوي جدا للاهلي والزمالك على بطوله الدوري. فريق بقى عنده خبرات كبيره وخبره الفوز بالبطوله، وكلنا شفنا السنه اللي فاتت قدر يحقق بطوله افريقيا ويكون منافس لاخر ثانيه مع الاهلي على الدوري. بيراميدز معاه مدير فني كبير وقادرين ينافسوا اكبر الفرق في افريقيا مش بس في مصر، وعنده لاعبين اجانب على مستوى عالي جدا زي الشيبي والكارتي وفيستون مايلي. ونروح للمنتخب الوطني، ونفسنا يعمل حاجه ويظهر بشكل مميز في كاس العالم اللي هيبدا في شهر 6 المقبل، واسعاد الشعب المصري. ومنتخب مصر مع حسام حسن ماشي بشكل هايل، وعندنا لاعبين كبار في اكبر انديه العالم زي صلاح ومرموش، وكمان اللعيبه المحليه على مستوى عالي. والمباريات القادمه هتكون فرصه كبيره للاعبين للظهور بشكل لافت لتحقيق حلم كل لاعب بتمثيل منتخب مصر في كاس العالم. ومصر معاها في نفس المجموعه ايران وبلجيكا ونيوزيلندا. والبطوله طبعا كلنا عارفين انها هتتلعب في امريكا وكندا والمكسيك، وهيكون في استعدادات قويه بلعب مباراتين وديتين مع منتخبات تصنيف